السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أجمل ناس وأحب ناس لقلبي، متابعيني وحبايبي واخواتي، كل الناس الحلوة المحترمة اللي بتشجعني وبتخليني في تقدم على طول. احنا النهاردة يومنا عسل وجميل. في حاجة تحلية جميلة، في ناس بتخاف تعملها وناس بتحب تعملها ومفيش أسهل منها. ايه هي دي يا ماما هيام؟ حبايبي بسبوسة السميد اللي بيتباع سايب. احنا عايرنا منه 3 كوبايات، وقلنا الكوبايه اللي بتعايري بيها هي اللي اديناها تعايري بيها على طول. يعني انا مثلا بعاير بالكوبايه دي، يبقى هي دي الكوبايه اللي بعاير بيها، الكوبايه المعياريه بتاعتي هي اللي اديناها اعاير بيها. كوبايه سمنه، كوبايه ميه، 3 كوبايات سميد، علبه زبادي. وفي ناس على فكره بتعمله بلبن، لكن انا بفضله بالزبادي وفانيليا ورشه صغيره نص معلقه بيكنج باودر. طب ليه يا ماما هي بنحط بيكنج باودر؟ احنا بنحط بيكنج باودر بس يرفعها سنه كده، هي مش هتبقى كيكه يعني ولا حاجه، بس ايه تديها بس ايه تعملها شويه كده. دي تكه كده حلوه كده، ايه من التكات بتاعت ماما هيام. وهنا بقى ايه الشربات اللي هو ايه السيرم بتاعنا، هنعمل بقى ايه كوبايه ونص سكر، ايه على كوبايتين ميه، على نص عصره ليمونه، هنعملها على البوتاجاز. والشربات بتاع البسبوسه بيبقى طالع سخن، والبسبوسه سخنه، ما يبقاش واحد سخن وواحد بارد، لا سبحان الله، ده بقى ايه سخن مع سخن كده، وبيبقى زي العسل. والبسبوسه بقى ما تقطعهاش على طول، تسيبيها لما تبرد وتحطيها في الثلاجه شويه وبعدين تقطعيها. اوعي تقطعيها وهي سخنه، تفرفت معاكي وما تبقاش كويسه. نبدا بقى بسم الله، هنعمل حاجتنا. السميد بتاعنا اهوت 3 كوبايات وعليه معلقتين سكر. امشي معايا خطوه خطوه، انت ايه هتعملي الحاجه دي. حبه بيكنج باودر، ايه يعني رشه كده بس، حاجه قليله خالص. بسم الله توكلنا على الله. عندك جوز هند حطي، ما تتخليش على حاجه. انا برضو كان عندي حبه حطيتهم بس كان حبه صغيرين يعني. ادي الفانيليا. ايه يا ماما هي ما بتحطهاش في الشربات؟ لا هي بتتحط هنا، وهو برضو لو اتحطت في الشربات مش هيجرى حاجه. نيجي بقى نضيف بقى ايه السمنه بتاعتنا، كوبايه الا ربع سمنه. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. وشوفوا هنا دهنين الصينيه، مش بخلانين بقى على الصينيه، بقى دهنينها حلو ايه وزي العسل ايه بتاعتنا. والصينيه بتاعتنا تبقى مقاس 26 لل3 كوبايات سميد. ماما هي بتقول لكم كل حاجه بالتفصيل، ما بيسيبلكوش اي حاجه. نيجي بقى ايه بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، نقلب بقى ايه الحاجه بتاعتنا كده تقليبه اهي. بندوب ايه معلقتين السكر مع السمنه مع حبه جوز الهند مع الفانيليا مع ال3 كوبايات سميد مع رشه البيكنج باودر. ادي بصوا، ما ادانكش تقلبي بقى فيها كتير، تقلبيها العجين. احنا بنقلبها كده، اللي احنا ايه بندوب بس فيها الحاجه اهي. شربت من كل حاجه، بصوا بقت مفرفته وجميله معانا ازاي كده اهي. الله اكبر، الكميه بتاعتها مظبوطه وزي العسل. ايه الاضافه بقى التانيه اللي احنا هنعملها؟ هنحط الزبادي بتاعنا. في ناس بتحط لبن، بس انا ما بفضلش اللبن، انا بفضل الزبادي. وقلنا كل شيف وليه طريقه، وكل واحد طريقته سبحان الله بيبقى مقتنع بيها وبتبقى تطلع كويسه. وقلنا الاكل ده كل واحد ليه طريقه، وسبحان الله بيبقى نفس بيختلف كل واحد عن التاني، وبيطلع سبحان الله كل واحد حاجته حلوه. وربنا يا رب يحل حاجه كل واحد على اساس ان الحاجه غاليه تطلع الحاجه ايه كويسه. هنيجي بقى ايه هنا بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. احنا حطينا كوبايه الزبادي اهو، دي كوبايه ميه يا دوبك دافيه بس سنه كده. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. اهي بصوا، انا ما استخدمتش ايديا خالص، انا ما بعجنش، انا بقلب بس ببعضها اهي. اهي معانا اهي. بصوا العجينه بتاعتنا جميله ازاي. لو مش عايزه تستخدمي معلقه وتعملي ايه بطراطيف صابعك بس.
بصوا الله اكبر، العجينه بتاعتنا طلعت جميله ازاي معانا اهي اهي. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. نيجي بقى هنحطها معانا في الصينيه الجميله بتاعتنا اهي. ازاي ماما هي بقى ما تستخدمش ايديها؟ ده معقوله؟ لا هنستخدمها بقى اهي. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله اهي اهي اهي. هنبططها كده، نفردها معانا كده. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله اهي. هي البسبوسه والكنافه والحاجات دي بتحب السمنه، ولو طلعت معاكي السمنه زياده شويه وهي بتطلع من الفرن ممكن ايه، انت عايزه تستغنى عن السمنه دي، مش عايزه تبقى سمنه كتير، ممكن تصفيها كده في بوله ولا حاجه تستخدميها في اي حاجه تانية اهي. احنا سويناها بطراطيف صوابعنا اهي. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. ونيجي بقى ايه الخطوه الثانيه اللي احنا بنعملها. كده بقى ايه، يبقى العجينه بتاعتنا ايه، ادي الصينيه الجميله بتاعتنا. هنحطها بقى في الفرن تكون سخن على الشبكه كده على درجه حراره 180. ونزوق بقى ايه السوداني بتاعنا الجميل. عندك حبه سوداني حطي، عندك حبه لوز حطي، حبه بندق حطي، واللي عنده حبه بندق ولا حبه لوز يبعت لنا. احنا عندنا حبه ايه سوداني هنزوق بيهم اهو. بسم الله ما شاء الله. تقدري تعملي ايه حبه ايه وردات كده اهي اهي اهي. الشكل بتاعها الجميل اهي. نزوق كده السوداني اللي جاي لنا سوداني سبحان الله، يعني ايه كان متاكل قبل كده ولا ايه؟ سوداني صغير قوي بس يلا برضو ايه هنستعمله، مش هنرمي حاجه. برضو من ضمن الغلق الحاجه تحس ان هي قلت ولا ايه. كان بعرف السودانيه بتبقى كبيره قوي، ايه اللي جرى في السوداني مش عارفه. جبناه من عند الراجل سوداني صغير لي كده. شوفوا الشربات بتاعنا سخن وجميل اهو، والبسبوسه بتاعتنا العسل. بسم الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي. ايوه يا حبايبي، بصوا بقى البسبوسه الجميله بتاعتنا اللي تستاهل بق حبايبي كلهم. وشكرا شكرا لدعمكم ووقفتكم معايا، والف شكر على الكومنتات الجميله بتاعتكم. وانا بقى ايه بهدلكم كلكم على اليوتيوب كده، او اللي يتفرج على الفيسبوك حته بسبوسه اي حاجه، كل الناس اللي بتتفرج اديكم بقى حته بسبوسه جميله اهي. هقطعها لكم وهي والله لسه طالعه بنار الفرن. انا بقول لكم كانت تستنى شويه تحط على الرف بتاع التلاجة شويه، بس انا بقى ايه مستعجله، فانا هديكم بقى حته اهي. بصوا يا حبايبي جميله ازاي وعسل. وبصوا الظهر بتاعها الجمال بتاعه، بصوا التسويه، بصوا جميله من فوق زي من تحت كده. ما تنسوش بقى اللايك بتاعكم، اجدع ناس واحلى ناس قعدوا معانا لاخر الفيديو. اوعوا تنسوا اللايك والكومنتات الجميله. ومع السلامه يا اجمل ناس. تعالوا اتفضلوا كلوا معانا.